قعدنا نقول نهضة معتمد جمال، نهضة عمي معتمد، نهضة الحاج معتمد جمال، واللعيبة فاقت، لا اللعيبة رجعت لمستواها، لا اللعيبة حست بجماهير نادي الزمالك وباللي بتشوفه، لا اللعيبة دي عايزة تعمل حاجة لنفسها وحاجة لنادي الزمالك. طلع الكلام ده كله بلح، والنهارده ما شفناش نادي الزمالك اساسا. وانا عندي سؤال، هو نادي الزمالك جه الماتش ده ولا ما جاش؟ يعني احنا بنلاعب نادي مانشستر سيتي المصري بقيادة علي ماهر جوارديولا، واخد في نفس جوارديولا قدام الزمالك بالذات، ولاعيبة المصري بتطلع بالكورة، لعيبة المصري بتطلع بالكورة بسهولة جدا، واللعيبه تحس ان هي متمكنه من نفسها قوي قدام نادي الزمالك بالذات. اي فريق بيقلب فيها مانشستر سيتي. تيجي بقى لعيبه نادي الزمالك اللي مش عارفين يطلعوا بالكوره من عند الجون، اداء سيء جدا، اداء متواضع من هجوم نادي الزمالك. ما عملناش اي حاجه في الماتش الا كره ابراهيم نضاي اللي جت في العارضه، والحديد دايما في سكتي يا صاحبي. فالماتش ده بيبين لك مستوى لعيبه الزمالك الحقيقي، عشان ما نتخدعش فيهم ونعمل تدعيمات قويه في يناير لنادي الزمالك. وبيبين لك ان نادي الزمالك محتاج مدرب قوي. وهارد لك.